خير، اكيد اغلبكم لاعبين دعابل من كنتوا صغار. تذكرون الطنب شايل؟ اليوم السيد السوداني سوى لحكومه الكاظمي طنب شايل، شال كل الدعابل وطلع بيهم جول. وهنا تحدث عن قرار مجلس الوزراء في جلسته الثانيه اللي عقدها اليوم بالغاء جميع الاوامر الديوانيه والموافقات الصادره من الحكومه السابقه بشان تعيين وتكليف رؤساء الجهات غير المرتبطه بوزاره والدرجات الخاصه، المديرين العامين ومن بدرجتهم ومن يتقاضى رواتبهم بدءا من تاريخ 8 تشرين الأول 2021. يعني بين قوسين كل الأوامر اللي صدرت قبل الانتخابات وفي بداية دخول حكومة الكاظمي مرحلة تصريف الأعمال، السيد السوداني سوى لها شفت وديليت. زين، شنو طبيعة الأوامر اللي تم إلغائها؟ ما لذ وطاب من المناصب العليا في الحكومة، لأنه هذه الفترة اللي هي عام كامل صار بها تعيينات وإقالات بالجملة. وتذكرون بوقتها هواي سألنا شلون يصير حكومة تصريف أعمال تصدر أوامر ديوانية بتعيينات عليا؟ ما حد جاوبنا. وبعدها المحكمة الاتحادية أصدرت توضيح بأن الحكومة السابقة معنية بتسيير الأمور اليومية ولا يحق لها التعيين أو الإقامة في المناصب العليا، ومع ذلك الجماعة إذن من طين وإذن من عجين واستمروا بالتعيينات. هسه تعالوا نحكي شنو أبرز المسؤولين اللي صاروا بحكم المقالين بسبب إلغاء أوامر تعيينهم. أولهم السيد رائد جوحي، يعتبر مقال من منصب رئيس جهاز المخابرات، وكذلك السيد مهند نعيم يعتبر مقال من منصب مستشار رئيس جهاز الأمن الوطني، ويقال كذلك أنه تمت إقالة السيد مشرق عباس من منصب المستشار السياسي لرئيس الوزراء. احنا نعرف هذه الشخصيات تعتبر الأركان الأساسية لفريق حكومة الكاظمي وتقريبا العقل المدبر لكل شيء صار. لذلك الكثير من السياسيين اليوم فرحانين لأن ظلت بس صورهم. بعد يا مسؤولين تم إلغاء أوامر تعيينهم 4 محافظين: ذي قار، النجف، بابل، صلاح الدين. زين، هسه نجي الموضوع مهم. إلغاء أوامر تعيين مسؤولين جدد بسبب عدم قانونيتها، مو يعني عودة المسؤولين السابقين على اعتبار قرارات إقالتهم أيضا كانت غير قانونية. ليش مجلس الوزراء ضمن قرار اليوم ذكر يتولى الوزير المختص أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة تسمية أحد المديرين العامين المعنيين أو المعينين أصوليا أو المكلفين بإدارة الدوائر الشاغرة إضافة إلى مهماتهم لحين تعيين البديل أو تكليفه أصوليا. وكذلك يتولى رئيس الوزراء تسمية أحد الوزراء أو رؤساء الجهات غير المرتبطة بوزارة بإدارة الجهة غير المرتبطة بوزارة شاغرة لحين تعيين البديل أو تكليفه أصوليا. زين، معقولة ماكو شخصيات مهنية انظلمت بهذه القرارات والمفروض ترجع لمناصبها؟ أعطيكم مثال. تم إصدار أمر ديواني بتاريخ 31/10/21 بإقالة السيد عبد الغني الأسدي من رئاسة جهاز الأمن الوطني. بوقتها الكل استغرب من إقالة شخصية مثل السيد الأسدي، وتسربت أخبار بأنه الإقالة بسبب كشف لملفات فساد، وكذلك إلقاء القبض على المتهم صباح الكناني. شخصية مثل السيد عبد الغني الأسدي مو المفروض ترجع للمنصب لو شنو؟ عموما عفونا من هذا كله، دققوا لي زين بالقرار. تم إلغاء أوامر لأكثر من عام، واحنا نعرف عمر حكومة الكاظمي عامين فقط، يعني نص عمر الحكومة انذب بالشط، لأنه الكل أجمع على أنه هذه القرارات مو بس غير قانونية وإنما غير صحيحة ولا تصب في مصلحة المواطن في حينها. ويعني الكارثة ما نقدر نفسر الموضوع غير أنه سنة كاملة ضاعت علينا. تخيلوا وياي هذه السنة لو بها حكومة تخاف الله، ايش قد راح كان يتغير وضعنا. المهم اليوم رئيس الوزراء أمر كذلك بفتح تحقيق في ملف الإطعام في وزارة الداخلية والدفاع والصحة والعدل. وما أدراكم ما ملف الإطعام؟ عقود، كوميشنات، فلوس، كتل داخلة على الخط، والجندي يوصل صمون يابس ومرقة هواء. لذلك حتى وزير الدفاع أمر بتشكيل لجان خاصة لمتابعة جودة ونوعية الطعام المقدم للمقاتلين. وهنا ندعو إلى أن ما نكتفي بالتوجيهات فقط، لأن راح ينطون وجبات زينة أيضا يوم ويومين وترجع حليمة العادة القديمة. نريد يفتح ملف الإطعام وكشف الجهات المتورطة. نريد جولات وصولات حقيقية ومفاجئة مثل جولة السيد الكاظمي من شارك المقاتلين وجبة الطعام، تحسه واقف على بوفيه 5 نجوم. وين اكو شيء؟ والناس شايفه الويل. صعب علينا اشخاص معينين ياكلون الفلوس، وابن الخايبه اللي قاعد يحمينا ننطي اكل غير صالح للاستهلاك البشري. ثاني شيء تقطعون منه 150,000 من راتبه، يعني ما حد مسوي عليهم فضل. قبل ما أختم، وجه وزير الداخلية اليوم بحمل منتسبي الشرطة مسدس وأصفاد حديدية أثناء الدوام الرسمي. هذا قرار مهم، بس ضروري يقدر المنتسب يستلم المسدس، لأنه الشكاوى اللي توصلنا تقول أطراف معينة تطلب من المنتسب 10 إلى 15 ورقة حتى يسلموا السلاح، وهذا الموضوع مستفحل خاصة في بغداد. لذلك نداءنا إلى وزير الداخلية السيد عبد الأمير الشمري بحل هذا الموضوع، لأنه السلاح
أيضا يمتلكه حتى السائق والمنتسب ما عنده. ودليل هالشيء اليوم أصيبت 3 سواق لأنهم متعاركين داخل جراج بمنطقة الحسينية، ومن هذه وقيس. نروح الفاصل ونرجع لكم.